السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي الجزائريين وكل الأشقاء العرب الشرفاء في هذا الفيديو اللي حب نرجع فيه كجزائري عبر هذا المنبر على هذه الدويلة تاع الإمارات. وبطبعي يعني جزائري وأغار على وطني. خوتي ربي يحفظكم. قوموا بالضغط على زر الإعجاب بهذا الفيديو وبارطاجيوه، يعني لأننا ندافع على الجزائر. قلت لكم خاوتي هذه الدويلة المصطنعة يعني آه، التاريخ تاعها، يعني التاريخ تاعها نتكلموا على التاريخ الحاضر لأنها ماهيش دولة عريقة وعندها ماضي، لأنها عمر هذه الدولة وتاريخ نشأتها لا يتجاوز 50 سنة كما نقولوا احنا. هذه الدولة التي يعني مؤخرا أصبحت أداة يعني اللي يخربشوا في الجزائر. هي مجرد أداة، ما عندهم حتى نفوذ أو قوة أو سيطرة، هم مجرد أدوات يعني يحركوا فيهم أعداء الجزائر. كما نقولوا حنايا هما مثل هذيك البلاي ستيشن، هما ذلك البرا كما نقولوا حنا، البرا تاع البلاي ستيشن. هذه هي حكاية هذه الدولة اللقيطة. كما قلت لي السن تاعها أو تاريخ النشأة تاعها لا يتجاوز 50 سنة. أو يعني لو كان نجيبو شاب في أو كهل عنده عائلة، ربما تاريخ تاع النشأة تاعو والميلاد تاعو أكبر من هذه الدويلة. وأنا حنجيب لكم هنا مثال اسم الوالد. حنعطيكم هنا اسم الوالد. يعني هذه كما نقولوا حنايا شهادة ميلاد للوالد. شوفوا يا إخواني التاريخ تاع الوالد تاعي، مكان الازدياد تاعو أو تاريخ الازدياد تاعو يعني أكبر من هذه الدويلة. هذه الدويلة المزروعة في وسط العالم العربي، هي وإسرائيل، يعني هي امتداد للصهاينة. خوتي يعني هذه الدويلة استضافت واحد شخص يقول لك باللي راني مؤرخ، يعني وراحوا يطعنون في هوية الجزائريين ويشتمون في الشوية، أو يعني حابين ينقصون من تاريخ الأمازيغ أو تاريخ الشوية أو تاريخ التوارق. يعني قال لك باللي الجزائر هي يعني دولة عربية. يعني نحن بلد ثقافي متنوع وعندنا تاريخ، يعني ربما كما قلنا لو كان نأخذ يعني تاريخ الميلاد تاع جدي ربي يرحمه يساوي الضعفين تاع هذه الدويلة اللقيطة، باش تكونوا تعلموا. ويعني هذه الدويلة المصطنعة يا إخواني هي راهي منفصلة على دولة عمان، لأنه دولة عمان ربما عندها تاريخ، ربما ولو على الأقل تاريخ حديث، لأنه هم عبارة عن صناعة تاع الاستعمار الإنجليزي اللي كان مسيطر على الخليج العربي وعلى شرق آسيا وعلى بعض الدول في شمال أو في شرق إفريقيا. هذه هي التاريخ تاع هذه الدويلة. شوفوا لو كان يعني قبل ما نروحوا السبب اللي جعل هذه الدولة اللقيطة تتكالب على تاريخ الجزائر هو أنهم استضافوا هذا لطايحنا، يعني طايحنا مؤرخ وتكلم على التاريخ الجزائري، ويعني تكلم أيضا على التنوع الثقافي هنا في الجزائر. يعني تكلم على بني مزاب، تكلم على الشاوية، تكلم على الأمازيغ، وحاب يلغي هذه الحضارات. يعني
يعني احنا جزائريين بلد متنوع حضاريا وفكريا، ويعني الحمد لله. وهذا التنوع يعني لو كان نذهب إلى روسيا مثال، أكبر بلد عنده تنوع ثقافي ولغوي هي روسيا، ومع ذلك هي يعني أكبر بلد في العالم، ويعيش في سلام وفي رفاهية، هي ثاني أكبر قوة عالمية في العالم. يعني احنا الجزائريين لا نرى الاختلاف فيما بيننا، يعني ما بين مزابي وشاوي وتركي وأمازيغي ما عندناش تاريخ دائما، لكن هذه الدول اللي تكون لنا العداوة دائما ما تلعب على هذه الأوتار تاع الجهوية. وبطبيعة الحال يعني الجزائر ردت عبر إعلامها وعبر كل الجزائريين الشرفاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنواتهم في اليوتيوب. وإن شاء الله يا إخواني أنا أيضا كجزائري وعندي غيرة على وطني، برد هذا المتواضع إن شاء الله يلقى القبول لديكم. يعني نذهب إلى السبب أو هذه الحصة اللي جروها مع هذا الخائن لينحدر من ولاية تبسة، مع تحياتنا لخوتنا التبسية الشرفاء. يعني حتى تبسة يا إخواني أنا زرتها عديد المرات، يعني فيهم شوية وبكثرة. ويعني هذا العميل اللي مسمي روحه مؤرخ يعني ذهب في المادة تاعو في تطاوله لما قال أنه الأمازيغية والشاوية والتارقية أو المزابية هي صناعة استخباراتية فرنسية، يعني ثقافات مصطنعة. خاوتي نخليكم ثم نعود. قلت بأن الأمازيغية صنيعة المخابرات الفرنسية، وبأن البربر أو البربر أصلهم عرب. ألا تطمس بذلك دكتور بلغيث هوية وتاريخ شعب كامل؟ وبطبيعة الحال يا إخواني الجزائريين الإعلام الجزائري، الإعلام الرسمي يعني رد على هذه الدولة اللقيطة بني صهيون العرب، ويعني أعطاهم الرد الكافي والوافي. هذه الدويلة المصطنعة التي تحولت إلى مصنع لإنتاج الشر والفتنة عادت هذه المرة عبر إحدى قنواتها اللقيطة الجزائرية الأبي حفيد ماسينيسا ويوغورتا والكاهنة وعقبة بن نافع وطارق بن زياد وبربروس والأمير عبد القادر والشيخ أمود وابن بديس. والآن يا إخواني نروحوا لهذا الموقع، موقع ويكيبيديا، وكما تعلموا هو موقع خاص بالإحصاء وبالمعلومات تاع كل الدول، أو يعني خاص بالإحصاء والمعلومات. هنا راح يعطينا المعلومات والإحصاءات على هذه الدويلة المصطنعة. كما تلاحظوا هنا يقول لك الإمارات العربية المتحدة هي دولة عربية اتحادية تقع في شمال شرق الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا، يعني هذا المكان الجغرافي نتاعها. ويقول لك هنا أيضا تقع يعني لها حدود بحرية مشتركة من الشمال العربي مع دولة قطر، ومن الشمال الخليج العربي، من الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية المتحدة. يعني التفاصيل الجغرافية لهذه الدويلة اللقيطة. والآن يا خوتنا كما راكم تلاحظوا رانا في القسم اللي يهمنا نحن كجزائريين. هنا العلم تاع هذه الدويلة، وهنا أيضا الشعار اللي يجي في العلم تاع هذه الدويلة. كما راكم تلاحظوا إخواني هذا النسر، يعني ربما الحشرة أشرف وأقوى منهم هذه الدويلة من صفاتها إلا الغدر والخيانة والعمالة. هذا هو، وهذه صفات هذه الدويلة التي هي لا شيء، هي مجرد أداة يعني في عند الغرب وعند إسرائيل إزعاج الدول العربية مثل الجزائر، القوة التي يحسب لها ألف حساب يا إخواني.
يقول لك هنا أيضا اللغة الرسمية تاع هذه الدويلة على قمة جبل جيس 1900 متر. أخفض نقطة الخليج العربي 0 متر. المساحة 80 ألف كيلومتر مربع. يعني ربما الجزائر ضعف تاع هذه الدويلة أكثر من 30 مرة كما نقولوا حنا. وحتى يعني يا إخواني أنا نسكن في ولاية أم البواقي. ربما مساحة ولاية أم البواقي التي أقطن فيها ضعف تاع هذه الدويلة عفوا. يقول لك هنا العاصمة أبو ظبي. اللغة الرسمية العربية، واللغات الثانوية هي الإنجليزية، الفرنسية، الهندية، الصينية، الروسية. يعني عديد اللغات، يعني لأنه خريطة عالمي هذه الدويلة المصطنعة يعني. ويقول لك هنا أيضا المجموعات العرقية 12% إماراتيون، مصريون 10%، جنوب آسيويون 59.4%، 38.2% هنود، أوروبيون، باكستانيون. يعني 12% فقط هم السكان تاع هذه الدويلة اللقيطة. أما الباقي فهم يعني أجناس كل الدول العالمية. كما قلنا هذه الدويلة التي هي لا شيء، هي عبارة مركز لنفوذ الدول العظمى كما نقولوا احنا، أمريكا، بريطانيا، وبعض الدول المتقدمة، وبعض الدول التي هي أيضا قوة. يعني باش تتكلموا على سيادكم يعني راجعوا حساباتكم، لأنكم يا بني صهيون العرب لكي تتكلمون على دولة مثل الجزائر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها، يعني من المستحسن لكم أنكم تذهبون يعني تغتسلون، ديروا الوضوء الأكبر ثم الوضوء الأصغر، وتغسلون أفواهكم النتنة، وروحوا تكلموا على الجزائر اللي عندها تاريخ. وأصغر شهيد في دولة الجزائر يساوي دولة الإمارات الصهيو عربية بحاضرها وتاريخها وكل ما فيها. أنتم يعني لا تساوون شيئا سوى الأموال التي تملكونها. ما عندكم والو، عندكم غير تلك الأموال التي تكسبونها، لا رجل لا نخوة لا والو. الأموال زائلة، الأموال يصنعها الرجال. لربما الجزائر في الطريق الصحيح، و يعني ستبني نفسها واقتصادها. ربما مررنا ببعض المراحل اللي كانوا فيها الخونة وبعض المرتزقة، لكن الآن نحن في الطريق الصحيح. شكرا خوتي على كرم المشاهدة. ادعموني بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.